يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يطالع الفكر للأرزاق يحسبها، يطالع الفكر للأرزاق يحسبها. من صدر إسلامنا للمهدي ينبئها، فلم يجد مثل البتولة غصة، فلم يجد مثل البتولة غصة. بنت الرسول وكف الغدر يرعبها. يا قلب ابكي لها من لوعتين أسفان، يا قلب ابكي لها من لوعتين أسفان. لا زال صرختها للمهدي تندبها. من حسبها فكرنا للرزايا، والله فكرنا للرزايا. من حسبها العجب غصة الزهرايا، فكرنا للرزايا بويا للرزايا. من حسبها العجب غصايات الزهرايا. لما يحس بها من حسبها شقول يزول همها، ويلي شقول يزول همها. لما يحاسبها المهدي ويرد ثار الغاضرية، بالله المهدي ويرد بويا ثار الغاضرية. منمها أبوها يا هو الزهراء، أبوها يا هو الزهرة. منمها راحوا نغصا وعقبايا. أبوها يا هو، أبوها يا هو الزهرة. منمها راحوا نغصا وعقبا. منامها أم القليت يا طه، ترى أم القلت ناس القلت يا طه. إذا أماها منامها إلدنا للسفال تصير. الأم القلت يا طه منامها إلدنا للسفال تصير. بويا تصير يا مايا. جرى لها بدمعة حزن يا قلبي، بدمعة حزن يا قلبي. جرى لها على الماء مثل ضيم اللي. بدمعة حزن يا قلبي. جرى لها على الماء مثل ضيم اللي. جرى لها شيقل النبي شف اللي
بويا يقل للنبي بدمعة حزين يا قلبي، جرى الهوى على الماء مثيل ضيم اللي جرى الهش يقل للنبي بالمحشر، اش يقل للنبي شف حاسيد جار له وهي البضعة الحبيبة الهاشمية، الشجاعة يندي بصوتها المهدي، بشجوها شجاها بولنا الذوب السامي، يندب صوتها المهدي، او اقول على الذي مر لها شجاها بولنا الذوب السامع. ابويا بولنا الذوب السامع، شجوها شجاها ناس نكرة الزهرة، بالله ناس نكرة الزهرة يا شجاها، وهل بيها الشفاعة الحيدرية، والله وهي بيها الشفاعة يا الله يا أجرك اي والله، يا الشفاعة الحيدرية، ودمها نداء الزهراء ينتظرك سيدي، هذا يوم الجمعة مر زواله ولم يسمع نداء السماء بمقدمك الشريف، نداء الزهرة ينتظرك ودمها ودمها يا المهدي مدى غيبت، نداء الزهرة ينتظرك ودمها يا المهدي اشتظل غيبة، ودوام لها ودمها مثل ود النبي ندري، مثل ود النبي ندري، ود أمها ود حيدر وجوب على البرية، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا الحسين سيد الشهداء أبي الضيم عليه السلام، لولا ثلاث ما وضع الإنسان رأسه لشيء، المرض والفقر والموت. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا هذا الإحياء وهذا المجلس في هذه الحسينية المباركة، وفي يوم عظيم يعد من أعياد المسلمين ألا وهو يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم الذي له فضائل وآداب عظيمة ينبغي أن يلتفت لها، ونحن ندعو الله جل وعلا الرحمة لمن اجتمعنا بسببها، المرحومة أم سرحان كذلك، الرحمة لأمواتنا لأنهم ينتظرون الصدقة والترحم وإهداء القرآن الكريم وزيارة القبر إن حصل في مثل هذا اليوم اللي نعم يعد من الأعياد الأربعة المنتظرة نفوس وأرواح الأموات فيها الإقبال عليها من الأحبة من الأقرباء من الأرحام من الأصدقاء بشيء يفرحون به. كذلك لا ينبغي لباقي الأيام أن يترك
الاتصال بالأرحام وبالأموات الذين سبقونا إلى دار حقهم، نسأله تعالى الرحمة لهم ويرحمنا إذا توفانا. كذلك نسأله بأعظم الأجر في هذا اليوم وأحسن الأعمال من بعد انتظار الفرج، والدعوة لهذا الانتظار هي الصلاة على محمد وآل محمد. مع شديد الأسف طبعا أنا نصف ساعة راح أقدم به ذكر للزهراء سلام الله عليها. الرثاء المقدمة والخاتمة هي لخادمكم، أسأل الله أن يتقبل منكم مني، وأخذ حديث مختصر هذا نصف نذكر فيه أهل البيت عليهم السلام، والنصف الآخر لهذه الساعة التي كلف الخادم بإحيائها إن شاء الله أقرأ مثكل وأواسي فيه أخوالي وأحبائي المياح في هذا المأتم. قلت مع شديد الأسف دائما نحذر للأمور المادية. مثلا إذا أراد إنسان أن يبني بيتا ويكلف المهندس يحذره إن كان أساس الأرض كذا فيه عيب يجب أن يصلح فيسارع لهذا الإصلاح. إذا كان السقف مسلح كذلك وينبغي أن يغسل الحصى وتهيئ المادة الصالحة 100% مثلا، هذا يلتفت إلى هذه المحاذير ويعمل بها. الفلاح كذلك كل الأمور التي تضر بزرعه بمقدار الجهد يسعى إليها، لكن الكثير يلهى عن محاذير روحانية، نعم ليست مادية، تنفع لأخراه، من يلتفت إليها فطوبى له. هذا واقع عن متاجر بالتجارة التي لن تبور، لأن يتوهم الإنسان إذا تاجر بالمادة ولا سامح الله تعمي للقلب وتصبح هذه التجارة هي الأول والآخر والمعول عليها في هذه الدنيا، وينسى هذا التاجر حظه من الآخرة، هذا يخسر الدنيا والآخرة. لكن ما يخالف غنى وتجارة وفيها أمور الخالق، ونعم الحقوق الشرعية تستخرج هنيئا إليها، هذا مرضي عند الله. الغنى خير لنا من الفقر يقولون أهل البيت، لكن ما فائدة الغنى والإنسان مثلا يبتعد حتى عن الخالق وعن حقوق التي أوجبها، الحقوق التي أوجبها عليه. على كل حال، فهذه التجارة التي لم ولن تبور، نعم إذا كانت مع البارئ والإنسان يأتي إلى مستحقاتها ويؤديها، ومنها هذه الأمور الثلاث لا ينبغي أن يلهى. مع هذا الله جعل هذه الأمور الثلاث التي يذكرها الإمام الحسين عليه السلام خير رادع، وإلا يقول روحي لاسمه الفدا أبي الضيم. هذا الإنسان كان ما تواضع، كان استكبر، كان يعلو أنفه لعله يصعد فوق السماوات، ولم يلتفت إلى حتى أرحامه. أنا ينقل أحد المشايخ عن واحد مهندس هي في الأهواز، هو مات هذا الله يرحمه إن شاء الله، كان منبري بارع، داعيهم هذا المهندس بالبيوت مال شركة النفط في عبدان. هذا يقول لما وصلنا العصر والوليمة بالليل كانت، شفنا فت شايب رجل كبير السن يعمر كاظ هالكرك هذا ويعمر بهالحديقة بداخل، لا فيها مزروع حنطة، لا فيها مثلا أشجار أخر، اكو أشجار ثابتة، وهذا يعمر ويرجع العمار يعمر ردود نفس المكان. الشيخ وياه 4 نفرات أصدقائه، هذا الظاهر دازين عليه للشركة، المهندس عنده شغل، فارشيلهم بالطارمة برا. لما شافوا هذا طالبي المقام صح لعمي، قال له بسك انت حجي شو تعمر وترجع المكان؟ قال لهم وهذا ما يرضى، هذا اذا ابطل يقتلني يضربني. عجيب، والاجره احنا نعطيك اياها وعوفل. قال ما اقدر والله.
لح عليه الشيخ قال له انت شنو تخاف من عنده هذا؟ قال له هو فلان. قال له مو هذا ابني. شوف وين توصل الوقاحة. لان انت منين صرت مهندس؟ من اللي اوجدك بعد وجود الخالق جل وعلا؟ انت بفضل من توصلت الى هالحالة، لو ما الاب لو ما الام وتربية الاب والام. النكر هذه الوجود الرباني الاخر. احنا اوجدنا الخالق الرب جل وعلا بالخلقة الاولى، لكن السبب الاخر هو الاب والام، لذلك رب اخر هؤلاء شكرهم مقترن بشكر الخالق. يقول هذا استشاط غضب احنا وما ارتاحينا. نعم. قال له عمي خاف يجي هذا، قل له هذا الوقح المتجرع على حدود الله، قل له هذا طعامك يصير زقوم بحناجرنا اذا ناكل بيتك بعد. فخلوا تركوا الوليمه ورجعوا. بس يقول هذا بعدين تأدب على كل حال، استحيا هنيئا اللي يتوب ويتدارك اعماله ويعمل على بر والديه. هذا الانسان ما يرتدع اذا ما يذكر الاخره، اذا ما يذكر هالامور اللي يذكرها الامام الحسين سلام الله عليه ويتأدب فيها، ما يتواضع لشيء. الامام يقول هذا يبقى متكبر. اول وحده المرض، وان كان فيه جنبه فيها اجر وثواب عظيم للمؤمن. هسه هذا غير المؤمن الكلام مو يمه. اذا احب الله عبدا ابتلاه في جسده، الحديث يقول الجسد هذا كل ان تحصل للروح بسببه ولو عثرة قدم ولو خدشة عود له اجر عند الله. حمى ليلة، امامنا السجاد يقول كفار لذنوب سنة. الانسان يصخر ليلة واحدة الله يمسح عنه ذنوب سنة. وان كان سئل سلام الله عليه قال لان الالام تبقى في العظام سنة. سبحان الله. هاي اللي يسموها سجن الخالق في الارض. الحمى سجن الخالق، ما عنده قضبان حديد وما ادري الشعبة الخامسة وما ادري وين، لا الحمى هي سجن الخالق في الارض. فالله جعل هذا الداء رادع لهذا الانسان اللي يريد الموعظة، والا موعظة ويا الحجاج ما تنفع. هذا يقول جمعوا جيبوا رؤوس شيعة ابي تراب صفوها يخلي عليه البساط يأكل، هنا يقول ألف طعام انا اكلته بحياتي. هذا ما تنفع ويا موعظة، ولا ينفع ويا اذا يتمرض. هذا ما ممكن، لان هذا قلبه قاسي. وبالفعل لو يبقى هذا المجرم ليش يخلد في النار؟ وليش الله يخلد اهل الجنة في الجنة؟ لان جاوب الامام الصادق يقول هذول المجرمين لو تبقيهم ابد الابدين ما يتوبون عن الجرائم، يلغون في الدماء، يرتاح بالدماء. والمؤمن لو تبقيه ابد الابدين ما يترك صلاته. فلهذه النية الله يخلد اهل التقى بالجنة، ولنية السوء عند اهل الشر والمجرمين ما داموا على قيد الحياة يعملوها، هذه نية السوء ايضا يخلدهم في النار. فهذا اول رادع. الرادع الثاني الفقر، وان كان نبينا صلى الله عليه واله يحببه اليه، يقول اللهم احيني فقيرا وامتني فقيرا واحشرني مع الفقراء. لان الفقير يدخل الى الجنة من قبل الغني بنصف يوم، وهذا النصف يوم يعاد 500 سنة مما نعد نحن، لان كل يوم من ايام الجنة هناك والآخرة هو ب1000 سنة كما نعد. ويوم كان مقداره هم 1000 سنة مما تعدون لعله مضمون الآية. أما 50,000 سنة هذا يوم الحساب العياذ بالله، اللي كل موقف 1000 سنة يعني 50 موقف. فمسألة الفقر محببة عند أولياء الله سبحانه وتعالى. فقير صابر خير من غني غير يعني مؤدي لحقوق الله جل وعلا. شنو فائدة الأموال وهذا الإنسان عاصي؟ فاحشرني مع الفقراء نبينا يدعو، لكن مو معناها أنها محببة دائما. إنسان على استعداد إذا أصبح في يده خير أن يوسع على عياله. عيالك أسراؤك فانظر إليهم. هذا الإنسان إذا الله يسر عليه ولم ييسر على عياله، الإمام العسكري عليه السلام يقول أوشكت نعمته أن تزول. هذا وارد عن أهل البيت سلام الله عليهم. الله يعطيك، أكو إنسان فقير لا تبخل، أمور خيرية لا تبخل. مثل الآن نرى كيف
شيعة أهل البيت تخدم لمصاب الحسين من عاشوراء إلى الأربعين، وفي كل الأوقات الله يجزي نعم أهل الخير لما يؤدوه لهذه الثورة العظيمة التي بسببها بقي الإسلام، وبقيت هذه النهضة على كمالها بهذا السؤدد العظيم بسبب دماء شريفة قدمها وضحى بها الحسين وأهل بيته وأصحابه سلام الله عليهم أجمعين. نعم حقوق تستخرج، طوبى لهذا الإنسان، والله يبارك له في أمواله وفي ذريته وفي دنياه وآخرته. أما أموال يعني توظف لقتل المؤمنين مثل أموال قارون، لا هي فخسفنا به وبداره. اليوم تشوف أموال كيف توظف، هؤلاء اللعناء إن شاء الله ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة هاي في يوم القيامة إن شاء الله. خلهم الآن لاهون في هذه الدنيا. كذا موت بود النبي وآله. إذا تريد تحذر الموت وتعمل للموت وطد من حب النبي وآله، وزد من ولائهم وعشقهم ومودتهم، فلنا الفرح مع أفراحهم إن وجدت، ونحزن مع أحزانهم إن ذكرت وإن أتت مناسباتها. سلام عليكم أبد الآبدين، ابتدأت مصائبكم ورزاياكم بأعظم فاجعة، أبكت صبايا كانوا بعمر الورود. إمامنا الحسن يوم ما افتقد أمه الزهراء، وحسيننا كذلك زينب أم كلثوم. يقال لم ينفكوا عن البكاء أبدا، بالخصوص حينما يأتون إلى محرابها الشريف. مرة يقدر يتصبر ويريد يصبرهم أمير المؤمنين، ومرة لا، ما كان منه إلا أن يأتي معهم ويبكي مع بكائهم. نرجاك يوم الآخرة بعبرتك بالهم الذي نعم يبثه فؤادك، كأنك مع الزهراء ومع أبنائها. هذه الأيام تسمى الأيام الفاطمية إلى مناسبتها الثالثة في جماد الآخر. إخواني هذا حالنا، يجب أن تحيا هذه المناسبات الثلاث. نرجاك يوم الآخرة، والله نرجاك يوم الآخرة يومنا الشفيعة. تجاوبني الله يخليك. اي والله نرجاك يوم الآخرة يومنا الشفيعة. الله يأجرك. اي والله يومنا الشفيعة يا الزهرة نبكي لغصتك وذيك الفجر. خل أكرر بصوت أحلى الله يعزك. اي والله نرجاك يوم الآخرة، والله نرجاك يوم الآخرة يومنا الشفيعة يا الزهرة نبكي لغصتك وذيك الفجر. شلون دارك فاطمة بالله، شلون دارك فاطمة يحرقوها بالنار، شلون ضلعك ينكسر، شلون ضلعك ينكسر يا نور الانوار. الحسن قلبه قال وحسين وقلب حيدر الكرم. من طحتي والمحسن سقاط، من طحتي والمحسن سقاط يمنا الوديعة جاء برجوك. من طحتي والمحسن سقاط يمنا الوديعة. نعم يتذكرون ذلك الصوت الرحيم
يتذكرون تهجدا في الليل كأنهم يرون وجهها الشريف. وأية وجه؟ عائشة نفسها تقول كنا نلضم الخيط في الإبرة على نور وجه فاطمة في الليلة الظلماء، هكذا شأنها يفتقد من تلك الدار. يما بالدار صوتك للذلة، والله بالدار صوتك للذلة يلزاك يا مروح المحل. يا فاطمة بوجهك الجنة، يا فاطمة بوجهك الجنة، واسفة بغدر قوضتي عنا يا يمه. يا المظلم خلافيك محله يا يمه، يا المظلم خلافيك محله عنك وسافة قطعنا الظل يمه. جنة هوانا الحزين جنة يمه، جنة هوانا الحزين جنة، من يوم طه راح منا اشما عليك نزيد ونا يما، اشما عليك نزيد ونا ما نوفي ليك كل زمنا. الشجرة يا ريت تشوف يا المختار، يا ريت تشوف يا المختار، الشجرة علمنا ويا دمعنا السال. الشجرة يا استظلت تبكي لفرقاك، استظلت تبكي لفرقامك. الشجرة اقلعوها وما رعوا حق الزكية، بو يقلعوها وما رعوا حق الزكية. إنا لله وإنا إليه راجعون. باسمكم سادتي مشايخي كل اخوتي واولادي احبائي اواسي الاخوال الاعزاء، المياح بهذا المأتم وبهذه الأربعينية التي نقيمها على روح المرحومة أم سرحان المياحي العامري، المواساة لأخينا العزيز أبي سرحان، وكذلك لأولادها سرحان وحسين وحسن، الله يحفظهم ويجعلهم من أهل البر. ولا أنسى إخوانها أركان وقحطان وإحسان، شاكرا لأخينا أبي سرحان هذه الدعوة، وأسأل الله أن يصل إلى روحها ولثرى قبرها الأجر المؤمل برثائنا للزهراء عليها السلام، وبالنتائج ألفت لهذه المناسبة إن شاء الله أعلن في حينها. على لسان أولادها أبتدئ. إلى أمي أقدمها تحياتي، إلى أمي أقدمها تحياتي، وقلبي دنف تعلوه آهاتي، وقلبي دنف تعلوه آهاتي. يما وياهي دنف قلبي بحزن ثكلايا،
خندني في قلبي بحزن ثقله يا ويا آهاتي وياهي لمن راحت شرف داري وهي جاهي وياهي يا فكري الهج على احبابك وياهج للفلا يا قلبي الهج على احبابك وياهي وندب لامي تعبت عليا تعلاي آهاتي على قلبي حيل ويا آهاتي أنا آهاتي على قلبي حيل تعلاي يا يما فقدك ونادي بيت تعالي لي يما يا يما فقدك وناديت تعالي تعلاي الدهر باثنين الدهر باثنين ديه وحيل حيل تعالي لما نشفينك تغيبا علي نعم دعاء الأم رادع لكل البلاء وغيري مردها أنا أفدي الروح أنا لأمي أفدي الروح أنا لأمي مردها يا من فرقاها غث روحي يمين فرقاها يا غث روحي مردها مرضات الجليل لها مرضات الجليل لها مرجعها مردها يا قول الوالد اساس المرحميه يما رديت يا من وياي طول العمر يا من وياي طول العمر رديت دفنتها ويا وسفل الدار رديت ثوب الحزن يما عليك ثوب الحزن يما عليك رديت ندامة يلتعب تشقد علي وجبلاي على التعبت ترى وجبلاي علي التعبت وسهرت وجبلاي برش ما دار يفتار وجبلاي رحم البي عشت 9 رحم البي عشت 9 رحم يلبي عشت 9 وجبلاي اظل مديون لحتى المنيه. الشاعر علي ابراهيم العيداني بيتين يواسي فيها الاخوال اللي مياح الله يحفظهم بالخصوص نعم ابناء المرحوم ولايات وحق السور والمصحف وحق السور والمصحف ولايات تنوح الروح لجل امي تنوح الروح لجل امي ولاجت ولايات غدت متوسدة بحفرة غدت متوسدة بحفرة يا ولايات وعقبها الدار صار اظلم علي
وياها الدهر نيران بضلوعي، يمه وياها وتعنى الموت صوب امي، وياها يا حساف العمر ما خلص حساف العمر ما خلص، وياها مشت لارض الغر غصبا علي. قصيدتين لأخينا الشاعر أبي حكمة الناصري، الأولى عن لسان أخينا أبي سرحان الله يحفظه، وهذا أمر واجب إخواني، لأن المرأة تعتبر شريكة الحياة، وهي أساس لكل بيت. أشرف بيت في الوجود أساسه المرأة، لأن ما ممكن من طرف واحد. وعندنا أسوة النبي صلى الله عليه وآله لما تموت الزوجة أمنا خديجة عليها السلام سمى عام فقدها بعام الأحزان. إمامنا علي ينقطع عن الناس لفترة حينما تتوفى وتستشهد الزهراء عليها السلام. هذول أسوتنا، ونحن أيضا لنا الحق إذا افتقدنا شريكة الحياة المربية اللي نعم جعل الله الجنة تحت قدميها، والتي هي نصف المجتمع، والتي نعم هذه المدرسة العظيمة اللي بسببها تتربى الأجيال، بالخصوص الموالين لمحمد وآل محمد. أنا مالي اعتراض الحالة الموت، أنا مالي اعتراض الحالة الموت على البشر مكتوب معلوم. إلك أسأل إله الكون وادعيه، إلك أسأل إله الكون وادعيه، تلمك رحمة ما ينسى محرومة أمهاتنا نساؤنا من أبسط الحقوق، تلمك رحمة ما ينسى يا محروم، واخبرك والدمع محبوس بالعين، أنا واخبرك والدمع محبوس بالعين، وحاجيك بقلب مجروح ماله، حسن يبكي عليك البعده صغير، حسن يبكي عليك البعده صغير، ويا بكي الصغير يطير النوم، ويا بكي الصغير يطير النوم، من تراب قبرك جاب الحسين، من تراب قبرك جاب الحسين، تراب وضم ما بين الهدوم، تراب وضم ما بين الهدوم، عليك بكل وقت ينشد وملهوف، امي هم تعود لو راحت بعد دوم ابويا، انا سرحان اخبرك على يا حال على وجه الحزن، لو يقول علي وجه الحزن والنوم مرسوم، على حسين وحسن لو مرة صديت اشوف عيونهم مليانة هموم، يتامى وحالهم يكسر للقلوب، اكسروا ظهري
وصفيت بحيل مهموم ويوم مرحاي النوايب لاعبا للعب مرحاي فزيز النوم ليل وليل مرحاي الجلادة شيمتي والصبر مرحاي وسلمت الامر رب البريه. انا هم بهالبيت هاي او في هذا البيت اخواني اواسي الاخ العزيز اللواء ابو احمد وواسي اخوالي بفقد المرحوم عبد الله مصطفى المياحي والمرحوم عبد الواحد مصطفى المياحي والمرحوم محمد عبد الكريم المياحي العامري في هذا البيت. وراهم احباب اللي انشلع قلبي يا ابويا انا احباب اللي انشلع قلبي وراهم بعد وين التقي بيهم احباب اللي انشلع قلبي وراهم بعد وين التقي بيهم وراهم اش ما يخلص قلت همي اشوش ما يخلص قلت همي وراهم اجا اعظم على البعدة وعلي يا ابويا. خلي يتصبر بالخصوص الاخوة الضيوف الله يعزهم علينا. فقط المقطوعة القصيدة واختم اللي قلت لك للاخ العزيز من شعراء الناصرية ابو حكمة الناصري هذه عن لسان اولادها. جبر لجبر عيون دموع حتسيل جبر لجبر عيون دموع حتسيل وصيحا من دمى يا عين كتي على فراقك يما على فراقك يا بت ذيك البهاليل على فراقك يا بت ذيك البهاليل جمع بهلول بهاليل كسرت الحيل يا يما وهدمتي انا حقي عليك انا حقي عليك مهدم الحيل يا من بجلاك لي شهور شلتي يا من بجلاك لي شهور شلتي يا من صدرك الي زاد ومواجيل يا من صدرك الي زاد ومواجيل كنت ما ذيك يمه وما منعتي علمتونك لو انت تمشين 1000 ميل تشيلين علمتونك لو انت تمشين 1000 ميل وبحضنك مكاني لو قعدت يمه وبحضنك مكاني لو قعدتي انام براحتي لا جلجل الليل. قبل كم يوم هذا جارنا ماتت والدته تعدت 110 سنين كبيرة السن الله يرحمها متأذي قلت له ليش يقول لحد الآن شيخنا من تجيني للبيت كنت تقعد وحط راسي على فخذها وانام لحد الآن. هذه علاقة الأم بالأولاد يما انام براحتي لا جلجل الليل انام براحتي لا جلجل الليل
وعلشاني ليالي شقد سهرتي يما، وعلشاني ليالي اشقد سهرتي، منون من المرض لو صرت انا عليل، ونينك زاد يما قبل وانتي، تناغيني باسم حيدر تراتيل، تناغيني باسم حيدر تراتيل، وبروحك تبارين ونطرتي، ذخرتيني ذخور لو وقتك يميل، ذخرتيني ذخور لو وقتك يميل، ولو ان ظهرك حنى ضلوع وكبرتي، يما عقب عينك زمن لاحتاطنا بخيل، عقب يما عقب عينك زمن لاحتاطنا بخيل، فرقنا وياك يما بيوم متي، لا ملقى ولا شوفت مداليل، يما لا ملقى لا ملقى ولا شوفت مداليل، الله يساعدك كم حملتي، يما الله يساعدك كم هم حملتي، صدرنا ضاق يما الهم طفح سيل، صدرنا ضاق يما الهم طفح سيل، ويا دمع اللي يطفي لي جمرتي، اريد الطم لطم واصرخ بالعويل، يما اريد الطم لطم واصرخ بالعويل، ونوح بضيم ثكله ودم والله ودم دمعتي، لو ان ماي العيون يصير تغسيل، لو ان ماي العيون يصير تغسيل، ومطول ويا طولك يا شمعتي، رحت زاتوت انا رحت زاتوتك الحمايل تخيل، يما رحت زاتوتك الحمايل تخيل، وصحت يا ابو الحسن جيت بحسرتي، صحت صوت بحزن بين التماثيل، الله وياك يا من عني رحتي، من همومنا الدمعات شتزيل، من همومنا الدمعات شتزيل، يا يمه ترى القلب مرتي، قلت اصبر على فرقاك ما ميل، انا قلت اصبر على فرقاك ما ميل، لكن بعدك صدق بانت حسرتي، عليك البس سوادي مو شناشيل، عليك البس سوادي مو شناشيل، وظل حسنان انا وظل حزنان ما تطلع ضحكتي، ويظل اصل البواكي والمواويل، ويظل اصل البواكي والمواويل، المصيبة فاطمة الزهراء، يما المصيبة فاطمة الزهراء، وعبرتي وخيمة هاك القلب يلتنشد، هاك القلب يلتنشد وخيمة، وشوف شلون نكبتنا، وشوف شلون نكبتنا وخيمة، اللي كانت في علينا منى،
كانت في علينا منه وخيمة رحلت والدار بعيوني خلية منامي الشفيد جفوفي الصوبج منامي من فرقاج فارق لي يما منامي يا دنيا اللي حرمتيني يا دنيا اللي حرمتيني من امي منامي بعد هيهات قعدتنا سوية بجلها حنين امي وجفن عيني ترى حنين امي وجفن عيني بجلها وتسعة اشهر جنت نايم حنين امي وجفن عيني بجلها وتسعة اشهر جنت نايم بجلها جنين وجنت شاركها جنين وجنت شاركها بجلها شالت والحزن خيم بويا شالت والحزين خيم علي. إنا لله وإنا إليه راجعون.